عمري ما تخيلت إني ممكن أثق روح بني آدم، بس بعد ما انضميت رسميا لنادي هواة قتل جعفر الموضوع طلع أهيف بكتير مما كنت متخيل. يمكن عشان عارف إن مخي هيودع قبل ما التحقيق في الجريمة يوصل لمرحلة النطق بالحكم. وحتى لو وصل، في مصلحتي كمية شكوك منطقية وغير منطقية كفاية إنها تغلوش على الحقيقة وتتوه أجدعها قاضي. في نفس الوقت أحب أطمنكم إن موت الراجل العجوز ما صحاش جوايا حتة سودا كانت مستنية الفرصة عشان تحولني لسفاح، زي يعني ما بنسمع في الأفلام. الحقيقة إني على ما وصلت الشغل تاني يوم الصبح كنت نسيت كل حاجة عن الجثث المحشورة في التلاجة الكبيرة. بعد الشغل بعت رسالة الرقم 0 على الخاص عشان أشوف لو هو أو أي حد من الشياطين ال13 مروا بنفس الموقف اللي أنا فيه. بعد كام دقيقة جات لي دعوة لاجتماع طارئ للشياطين. اريا 51 أعلن بكل حماس إن الموقف ده ملوش غير تفسير منطقي واحد، إننا بنتعرض لغزو فضائي، وإن جعفر كائن فضائي من جنس الجعافرة، وأصر إني ملمس الجثث ولا أكل منها ولا حتى أبص لها. قالون في البنطلون بقى ما كانش بالع الموضوع. الراجل اتكلم بكل صراحة. الحكاية فيها خرام كتير. أنا أصلا ابتديت أجهز لستة بالأسباب اللي ما تخليش أي حد يصدق كلمة من اللي سعيد بيقولها. رقم 0 فكروا إننا بنتناقش بهدوء ومفيش أي داعي إننا نهاجم بعض. بقية المجموعة قعدوا يتناقشوا في أحسن الطرق للتخلص من الجثث. واضح إن كلاود دانسينج كان دارس كويس إزاي ينفذ الجريمة الكاملة. اتكلم عن مفرمة خشب وشكاير أسمنت سريع الشك وتلاجة وعربية نقل زيادة ما كنش محتاجها. فرهدة زيادة عن اللزوم. وشفل 89 كان عنده معلومات غزيرة عن حيوانات المنطقة اللي بتقدر تهضم عظم البني آدمين واللي ما بتقدرش. ورقم 0 كتر خيره اقترح إني لو حارم الجثة في بحيرة لازم أخرم الرئة الأول عشان بين قوسين ما تقبش على حد تعبيره. الشياطين ال13 طلعوا ثديين قوي. القط الأسود وصل بعد نص ساعة، اعتذر عن التأخير عشان كان بيخلع من كام درون تجسس كانوا ماشيين وراه. قالوا إنه قرا الموقف وعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. الجعافرة مش مستنسخين، دول شوية ناس غلابة ضحايا لعملية غسيل مخ وسيطرة. فكروا في المعلومات اللي عندنا كده، ما بتشوفش أكتر من واحد منهم في المرة، ولما بيبقوا موجودين نادرا ما بيكونوا في وعيهم. ده غير إنك عايش في مدينة الناس بتختفي فيها كل يوم يا سعيد. لو جمعت الكلام ده كله على بعضه اللغز هيتحل على طول. في حد بيلم الناس من الشوارع، غالبا المشردين اللي طولهم ووزنهم قريبين من جعفر، بياخدهم يعمل لهم غسيل مخ ويبرمج دماغهم عشان يوهمهم انهم جعفر الحقيقي اللي مات من زمان. بس طبعا الحملات الانتخابية تكاليفها جامدة، والناس اللي بتدور الحوار من ورا الستارة مش هيخسروا كل حاجة عشان شخص مات، خصوصا لو كان مجرد واجهة، ولو أي وش ممكن يبقى الوش الصح بعد عملية تجميل سريعة، وهوبا يبقى نسخة طبق الأصل من جعفر. وطبعا الناس دي ماشيه جعفرة بالمخدرات عشان ما يفتكروش هم مين، وده السبب اللي خلى الحارس الشخصي مصر يرجع الجثة، عشان هي الدليل الوحيد اللي ممكن يكشف المؤامرة بتاعته. الكل هنى القط الأسود على تحليله المنطقي العميق، بس أنا مش شايف إن ده بيفسر اللي بيحصل. لما رقم 0 طرح الموضوع للتصويت خسرت بالأغلبية. خلاص، يبقى الجعافرة مشردين عاملين عمليات تجميل وضاربين مخدرات. جميل، المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ القط الأسود رد عليا بأكتر رد ملوش لازمة في الحياة. ما عنديش أي فكرة. لما وصلت المحطة عشان استلم الشيفت من فيروز، اهو جه يا ولاد اهو جه يا ولاد، افرحوا يا بنات افرحوا يا ولاد. غنت وهي بتبتسم وتبصلي. افترضت إنها بتقصدني أنا، بس ده ما منعنيش أبص ورايا على المحطة الفاضية عشان أتأكد. أيوة أنا جيت يا ولاد أهو. نطت من فوق الكاونتر وادتني ورقة الجردة عشان استلم العهدة منها. بص، مش قصدي اني مش طايقه اقعد معاك، بس يجرى حاجه لو خلعت بدري شويه. عندي خروجه مع خطيبي ومحتاجه اروح البيت الاول عشان اخد دش واظبط نفسي. هو في حاجة فايتاني ولا إيه؟ الساعة كانت 6:15 الفجر. هي ليه عاوزة تجهز نفسها من دلوقتي؟ هو أنا طبعا ماليش دعوة، بس مش الوقت بدري شوية على موضوع الخروجات ده؟ يا عيني عليك يا سعيد يا طيب يا غلبان. الموضوع ده مش سكتك خالص، صح؟ قولي كده، اخر مره خرجت فيها مع بنت كانت امتى؟ متأكد إنها ما كانتش تقصد تجرحني، عشان كده ما شلتش منها. ما أنت عارفة إن الشغل واخد كل وقتي. ايوه طبعا، وعارفه كمان الرحلات الشهريه المريبه بتاعتك. كان باين في نبرة صوتها إنها بترمي كلام عشان تفهم أكتر. كنت نسيت إن فيروز بقالها كذا شهر شغالة معايا، وإنها واحدة من الموظفين القليلين اللي قدروا يكسروا حاجز ال60 يوم في المحطة. والموضوع ده في حد ذاته إنجاز تاريخي يحسب لها، والظاهر إنها ذكية كفاية عشان تلاحظ طلب الأجازة اللي بقدمه كل شهر. الموضوع مش مريب ولا حاجة، أنا مزقوب. كل شهر لازم أحبس نفسي في مغارة في الجبل عشان ما أذيش حد. ابتسمت بركن بقها. كنت متوقعه حاجه زي دي،
دلوقتي قدامك اختيار من اتنين، يا اما اطلع لك الثغرات الكتير في قصة المذئوب او تستلم مني العهدة وتساعدني اخلع بسرعة. اخترت الاختيار التاني. من حسن الحظ اني سريع في عد الفكة. بعد دقيقتين فيروز كانت خرجت من المحطة وانا قعدت في مكاني المعتاد ورا الكاونتر وانا ماسك في ايدي كتاب جديد عن قراصنة بيسافروا في الزمن. ما لحقتش اقرا اول جملة قبل ما اسمع صوت LM بيقاطعني. حلقة والله. رفعت عيني عشان اشوفه واقف قدامي ماسك اللابتوب اللي جالي بالبريد في ايده. كان لابس تيشيرت لبني عليه حروف صيني مطبوعة فوق صورة فين، بطل كرتون وقت المغامرة. انت طلعت منين يا ابني؟ كنت مأنتخ في اوضتي وسمعتك وانت داخل، قلت اكيد هتحب تشوف ثمرة مجهودي. معلش ما لحقتش اديهولك امبارح عشان الدوشة اللي حصلت. وبعدين ميل بجذعه فوق الكاونتر عشان يقرب مني وهمس بصوت اعلى من صوته العادي. جثث جعفر الكتير. ما انا فاكر يا ابني، ما انا كنت موجود. حط اللابتوب على الكاونتر وشاور على السجاير اللي ورايا على الحيطة. اديني احسن علبة LM عندك يا محترم. سحبت العلبة من على الرف واديتها له. شكرني وخرج من المحطة من غير ما يدفع تمنها. فكرت اعمل اي رد فعل بس الكسل انتصر. اكيد يعني اصحاب المحطة مش هيفرق معاهم علبة محشي ورق سرطان. بقيت لوحدي بستقبل اليوم الجديد وبستنى هجمة زباين الصبح. قررت اشغل اللابتوب الجديد بتاعي واشوف النت مخبيلي ايه. ابتديت من المكان اللي وقفت عنده في الايميلات. كان في كمية محترمة من الرسائل الجديدة، وبما ان عندي وقت عاوز اقتله ابتديت بالاقدم وخدتهم رسالة ورا التانية. وما عداش وقت طويل قبل ما الدنيا ترجع غريبة تاني. انا اسف يا زميلي، من دون كاميلو. ازيك يا زميلي؟ ايوه ده انا تاني. انت شكلك ما بتقراش الايميلات، او ممكن تكون شايف نفسك على الفانز بتوعك عشان كده ما بتردش عليهم. مش عارف، ومش فارق معايا اعرف، بس اللي انا عاوزك تعرفه اني مش هنشر لك اي حاجه تاني. النهارده الصبح جالي 2 عملاء من CDC وسالوني عن البوست الغبي بتاع تنظيف الهاله، وقالوا لي لو نشرت اي حاجه تانية على الموضوع هيحبسوني ويعملوا فيا حاجات وحشه. انا شاكك كلهم بيقروا ايميلاتك، فلو شايفين الرساله دي دلوقتي حابب اقول لكم فيكم في اللي جابوكوا يا شويه اخولت. بص، انا شايف ان قصتك جامده وكل حاجه، بس ايا كانت المصيبه اللي انت عملتها وهيجت عليك الحكومه بالشكل ده فانا ماليش دعوه بيها. يبقى اقول لهم انك ما تعرفنيش. قشطه. دون كاميلو. حاولت افكر في رد مناسب لسلسلة ايميلات دون كاميلو الغريبة، بس في الاخر قررت ان السكوت احسن رد، واعتبرت الموضوع كله ملوش قيمة وما يستحقش اضيع وقتي عليه. كمان عملت فلتر لاي ايميل فيه اسم الظل العظيم عشان يتحول لملف السبام على طول، وده خلى قعدة القراية اروق بكتير. اكيد رسائل الظل العظيم كلها جاية من واحد فايق عامل 100 اكاونت وبيشتغلني. استريحت للنظرية دي، كانت منطقية اكتر من اي احتمال تاني. كان في رسائل كتير لسه ما قريتهاش، شوية منهم عبارة عن تعليقات وشوية شتايم وأسئلة كتير. أكتر سؤال بيتكرر كان: هو الكلام ده حقيقي؟ الظاهر إن الإنترنت مكان لا يحلق فيه طائر الثقة. تاني أكتر سؤال: هو أنت مكانك فين؟ إحساسي قال لي ما ردش على الأسئلة دي. قعدت كام ساعة غطسان وسط الرسايل لحد ما وصلت أخيرا للرسالة اللي شفتها في صفحة جديدة من كام يوم. الحاجة اللي بعتها لك وصلت ولا لسه؟ ازيك؟ انا سبت لك تعليق على الصفحه بتاعتك، اتمنى ما تزعلش مني، بس انا لاحظت انك مش بتنزل اجزاء جديده من القصه بانتظام. قلت يمكن اقدر اساعدك. كان سهل عليا جدا ان احدد مكانك، البلوج مليان ادله. انا بعت لك حاجه في البريد هتسهل عليك تنزيل الاجزاء الجديده اسرع. اتمنى ان الهديه تعجبك. على فكره، عندي واحد صاحب اسمه كمال عيد ميلاده قرب، ممكن تسمي شخصيه في القصه على اسمه، هتبقى حركه جامده قوي منك، بس وحياة امك بلاش تموته، او لو قفلت خلاص ولازم يموت خليه يموت موته اسطوريه. وشكرا على اي حال، المخلص اشد معجبينك. أكيد ده الشخص اللي بعت لي اللابتوب، بس هو قصده إيه بسمي شخصية على اسمه؟ أعمل كده إزاي أصلا؟ هو فاكر القصة خيالية؟ هي الناس دي فاكرين بألف الكلام ده ولا إيه؟ فكرت في الموضوع شوية، يمكن كده أحسن. قضيت ساعة كمان برد على الإيميلات لحد ما خلصتهم كلهم. كل إيميل اتقرا وكل رسالة تقريبا اترد عليها. كل قارئ كان رسالة ظهرت: ازاي اوصل لمحطة البنزين؟ مش مشكلة، مش هاخد أكتر من دقيقة عشان. رسالة كمان: قصتك زي الزفت يا متخلف. غلطت في الأول وقريت كام رسالة توكسيك أثروا على نفسيتي. مش عارف إيه اللي بيخلي الناس يبعتوا. رسالة تالتة: الظل العظيم منتظر. إيه ده؟ هي الرسالة دي مش المفروض تروح على السبام؟ لازم أظبط الفلتر تاني. رسالة رابعة من إيميل مختلف: الظل العظيم منتظر. وبعدين 5: الظل العظيم شايفك يا سعيد. وبعدين واحدة كمان: رد على الظل العظيم، ردت المية في زورك. استسلمت وقفلت برنامج الإيميل وفتحت المتصفح ودخلت على البلوج بتاعي.
كان بقالي يومين ما نزلتش حاجة وما كنتش في مودي يسمح لي إن أكتب بوست جديد. يمكن أكون بحب الروتين. فكرة إن أشتغل على البلوج وأنا مش قاعد في صفحة جديدة كانت مخلياني مش متظبط. عملت تسجيل دخول وفتحت صفحة الإحصائيات، لاحظت إني جمعت أكتر من 300 متابع جديد. غريبة، ممكن يكون في جليتش في السيستم ولا حاجة. قفلت اللابتوب وبصيت حواليا على المحطة. استغربت إن زحمة الصبح اتأخرت. لما بصيت على موبايلي اتفاجئت إني قضيت على النت وقت أطول بكتير مما كنت متخيل. الساعة كانت داخلة على 9 الصبح. الله، أمال الزباين فين؟ لما خدت بالي من الشباك اتصدمت. الدنيا كانت لسه ضلمة. لما بصيت على جدول الشيفتات لاحظت حاجة تانية غريبة. فيروز ما كانتش المفروض تكون هنا. كان المفروض استلم الشيفت من واحد اسمه هيثم، وفيروز ميعادها بالليل. وعشان الطين يزداد بلة لمحت حاجة غريبة بطرف عيني. الباب الأبيض الغريب اللي في آخر الطرقة كان فيه حاجة متغيرة. لما قربت منه شفت اليافطة المتعلقة عليه للموظفين فقط. الموضوع بقى غريب بجد. هو أنا شفت الباب ده كام مرة قبل كده؟ هي اليافطة دي كانت موجودة من الأول؟ شكلها ما كانش جديد، بس أنا بجد مش فاكر إني شفتها قبل كده. أصلا أنا مش فاكر أي حاجة تخص الباب ده. هو أنا بقيت بنسى للدرجة دي فعلا ولا في حد بيشتغلني؟ شكلك محتار. نطيت من مكاني لما سمعت الصوت اللي جه من ورايا. لفيت بسرعة عشان أشوف راجل واقف عند الكاشير ماسك في إيده كوباية قهوة. كان ضخم، نوع الضخامة اللي يخوف. بشرته كانت سمرة ودقنه تقيلة بس متظبطة. كان لابس جاكيت بدلة أزرق وبنطلون قماش. تقسيمة عضلات دراعه كانت باينة من تحت الهدوم. كان من نوعية الأشخاص اللي ممكن يقتلني بإيديه الفاضية ب100 طريقة من غير ما تنزل منه نقطة عرق. رديت عليه وأنا بحاول أهدي قلبي اللي بيتنطط جوه صدري من الخضة. أهلا يا فندم، معلش كنت فاكر نفسي لوحدي. أنا لازم أركب مرايات، الناس بقت بتتسحب من ورايا من غير ما أحس بيها. لو اشتغلت سيكيورتي هتبقى فاشل جدا. عارف. رجعت ورا الكاشير وحسبت له القهوة. دفع 200 جديدة. بمعجزة درجي كان في فكة كفاية. شكل الشيفت بتاع فيروز كان زحمة، وأنا بعد الباقي خدت بالي من الندبات الكتير اللي على عقل صوابعه، زي ما يكون متعود يكسر بيها حجارة، أو ممكن يكون عنده قطة. انت شكلك محتار كده ليه؟ السؤال فاجئني وده السبب الوحيد اللي خلاني أرد بصراحة. حاجات كتير، أهمها بحاول أفهم هي الدنيا لسه ضلمة ليه؟ هي الشمس راحت فين؟ هو العالم انتهى من غير ما حد يقول لي ولا إيه؟ فاضل 8 ساعات على شروق الشمس. انت بتقول ايه؟ الساعة دلوقتي 9 الصبح. خد شفطة من القهوة قبل ما يرد عليا بصوت ما فيهوش أي مشاعر. الساعة 9 بالليل يا سعيد. ايه؟ شكلك محتاج تاخد اجازة وتنام شوية. ما كانش باين عليه انه بيهزر. ضحكت بعصبية وانا بحاول اخبي احراجي، بس طبعا هو ما ضحكش ولا حتى ابتسم. سبت الضحكة تموت وبصيت لتحت على الكاونتر، وعملت نفسي بمسح بقعة وهمية جنب الكاشير بكم القميص. أول حاجة بتبوظ لما ما بتعرفش تنام هي الساعة البيولوجية، واحدة من العمليات الحيوية التلقائية اللي ما بتحسش بقيمتها غير لما تروح منك، زي الهضم أو التنفس. دي ما كانتش أول مرة اتلخبط فيها بالطريقة دي، وغالبا مش هتكون الأخيرة. ومع فصل الشتاء اللي الليل بينزل فيه بدري والوقت الطويل اللي بقضيه وأنا حاطط وشي في كتاب أو شاشة الكمبيوتر، بيبقى سهل أوي أنسى إذا كنت ببدأ يوم جديد ولا ليلة جديدة. من غير الشمس الوقت كله بيبقى شبه بعضه. تعرف أي فنادق نظيفة في المنطقة هنا؟ مفيش غير فندق وادي الضباب، بس ده مقفول من سنين، وما أظنش إن المدينة فيها فنادق تانية. أنا هتصرف. وبعدين خد بق من القهوة ولف وخرج عشان يركب عربيته الاس يو في السودا الضخمة اللي كانت شبه عربية جعفر بس أكبر شوية وموديلها أحدث. لما الراجل مشي حاولت أشتغل عقلي عشان يتأقلم مع الوضع الجديد. فتحت اللابتوب واتفرجت على فيديو على اليوتيوب مدته دقيقتين لغروب الشمس بالحركة السريعة، وأنا بسمع أغنية نامي يا حلوتي الصغيرة بتاعت ماجدة الرومي. وبعدين مشهد عادل إمام وهو بيتحول لدخان في فيلم الإنس والجن، وبعدين إعلان فيلم التعويذة بتاع 87. وبعد كل ده شغلت بلاي ليست مدتها 8 ساعات اسمها أصوات الغابة الليلية لنوم هادئ الفوليوم الرابع. بيتهيألي إن الموضوع جاب نتيجة. الجو في المحطة ابتدى يقلب على ليل. الراجل الضخم رجع المحطة تاني يوم الصبح. كان لابس بدلة رمادي شيك 3 قطع، كأنه عنده اجتماع مهم في المقابر عشان يشتري روح حد. اشترى جيركن بنزين ودفع برضه ب200 جنيه جديدة لانج، وأنا بعتله الباقي. يا ترى عرفت احنا يوم ايه ولا لسه؟ حاولت أفكر في رد ذكي بس للأسف ملحقتش، مشي قبل ما أفتح بقي. واضح إنه بني آدم رخم. عامة شوية وهيسيب المدينة ومش هشوف وشه تاني. ازيك يا سعيد؟ طنطا وصل في ميعاده، مارس روتينه المعتاد، عمل كوباية قهوة كبيرة وقعد يدردش معاه شوية على ما تبرد. في أي حاجة غريبة حصلت امبارح؟ لما فتشت ذكرياتي ما لقيتش حاجات كتير. واحد من مساعدين المأمور جه عشان يعرفني بنفسه لسبب ما.
كان اسمه مختار، وعيلين تحت السن حاولوا يشتروا مني بيرة. لما رفضت شتموني وطلعوا يجروا برا المحطة، ولقيت آثار مخالب جديدة على الشجر اللي حوالين صندوق الزبالة. وبعد 5 ساعات ونص من أصوات الغابة الليلية لنوم هادئ الفوليوم الرابع، كان في حد حاشر مقطع صوته عالي الكتكوت وهو بيصرخ عليا الطلاق انت اتخضيت. كنت هموت بالسكتة القلبية. وطبعا ما كانش ينفع اتجاهل حقيقة ان نبات ابو كف ابتدى يخرج عن السيطرة ووقت الحصاد وجب. لما طلعت الزبالة قبل شروق الشمس لقيتهم كبروا أسرع مما كنت متخيل. أغلبهم كانوا عدوا الكوع وداخلين على مرحلة الكتف. خدت بالي إنهم كانوا قافشين ثعلب فضولي قرب منهم زيادة عن اللزوم، أو على الأقل خمنته إنه ثعلب. كان صعب أحدد من اللي فضل منه. كان المفروض أخلص عليهم من أسابيع قبل ما يشكلوا تهديد على البيئة. الموضوع مش محتاج غير شوية بنزين ودقيقتين 3 صريخ، وبعدين المحصول يرجع يكبر تاني من أول وجديد. بعد خضت عليا الطلاق انت اتخضيت، مليت جيركن بنزين وطلعت بره، وانا نيتي فعلا ان احرق المحصول. بس للاسف الدنيا مطرت، وانا واقف اتفرج على نبات ابو كف وهو بيرقص تحت المطر قررت اسيبهم يعيشوا يوم كمان. لما فقت من افكاري خدت بالي ان طنطا لسه مستني الرد الطبيعي بتاع المحطه يعني. هو ده الرد اللي احب اسمعه. قعدت مستني اشوفه هيجيب سيره جعفر ولا لا، بس زي بقيه الحاجات التانية الغريبه في المكان، طنطا عرف يأقلم نفسه مع اللي حصل ويتعايش معاه. بقولك ايه، انا عارف انك بتبقى تعبان بعد الشغل، بس ايه رأيك نروح اي حتة في الويك اند؟ انا اللي عازم يا سيدي. ليك في البول؟ الموضوع كان غير متوقع. انا كنت بعتبر طنطا البيست فريند بتاعي، ده لو استثنينا عم صابر اللي بعتبره هو كمان صديقي الوحيد، وده بيخليه بالتبعية البيست فريند هو كمان، رغم اني متأكد اني مش البيست فريند بتاعه. بس مش ده المهم. المهم اننا عمرنا ما عملنا الحاجة اللي الصحاب الطبيعيين بيعملوها، الحاجة اللي بيسموها خروجة. البول ده اللي هو بالعصاية والكور الملونة والترابيزة المليانة خرام. طنطا بصلي وهو مش مصدق اني بتكلم بجد. ولا قصدك يعني نروح حمام سباحة؟ لا، الاولانية يا سعيد، العصاية والكور الملونة يا حبيبي. على فكرة انا لعبت بلياردو قبل كده، بس مش حريف قوي يعني. حسيت انه ندم على العزومة، بس قبل ما يلحق يرد الراجل الضخم دخل المحطة تاني. طنطا لاحظ اني ببص وراه. لما لف الراجل المتجه للكاونتر شد انتباهه. ازيك يا فندم؟ طنطا فضل واقف قريب يراقب الموقف. الراجل ما ردش عليا على طول، طلع منديل من جيب الجاكيت الداخلي ومسح العرق من على وشه، وبعدين ابتسم ابتسامة غريبة عشان يكشف عن أسنان بيضة زي اللولي. انت من المنطقة هنا مش كده؟ للأسف فعلا شكلك ما يدلش انك نقلت عشان تدرس في الجامعة. يا ساتر، ده انت رخم قوي. اوكي، عندي مشكلة في العربية، ممكن تبص عليها بصة وتقولي إذا كان ده العادي بتاع المكان؟ بس أنا ما بفهمش في العربيات. الموضوع مش محتاج خبير. بصيت لطنطا اللي هزلي راسه يمين وشمال بسرعة من غير ما الراجل ياخد باله. ممكن أطلب لك ميكانيكي لو عاوز. مش عاوزك تطلب لي حد. صوته الخشن كان فيه نبرة شريرة، مع كل جملة بيقولها غضبه كان بيزيد. كل اللي أنا عاوزه إن حد غيري يشوف اللي أنا شفته، ويفضل إنه يكون من أهل المدينة زيك كده عشان يفهمني إيه ده. ما أنا قلت لك إني ماليش في العربيات. بصلي بصة حادة فهمت منها إنه أمر مش طلب. الموضوع مش هياخد دقيقتين. شاورت على طنطا. ممكن زميلي طنطا يجي معانا؟ الراجل بص لطنطا وقيمه كأنه حتة لحمة. ما فيش مشكلة، جوز عينين زيادة مش هيضره. وبمنتهى البساطة لقينا نفسنا بننفذ كلامه. ندهت على LM اللي كان قاعد على الأرض جنب ستاند اليانصيب بيلعب بمكعبات الليجو. بقول لك إيه، ممكن تاخد مكاني شوية؟ من عناية يا معلم. ما كانش عندي أي فكرة إذا كان هيعمل كده ولا لأ، وكان في جزء مني بيسأل إذا كان من الحكمة أسيب عضو الطائفة السابق يسيطر على الكاشير. بس في الحقيقة أنا ما كنتش حاسس بالقلق ناحية LM. الراجل أبو دقن بقى كان قصة تانية خالص. لما خرجنا للباركينج لاحظت على طول إن العربية السوداء الضخمة مش موجودة. هو أنت راكن فين؟ قدام شوية عند سفح التل. وبعدين ابتدى يمشي في اتجاه الغابة الجعانة. كان بيبعد بإرادته عن أمان المدينة النسبي عشان يدخل جوه الغابة المرعبة اللي بلعت ناس ملهاش عدد من غير أي رحمة. كان سبقنا بكام متر لما ناديت عليه. ما أظنش إنها فكرة كويسة. ضحك وهو بيبص وراه. انت خايف ولا ايه؟ أيوة. خلاص ارجعوا انسوا اني طلبت منكم حاجة. وبعدين بص قدامه وكمل طريقه. نزل التل عشان يروح المكان اللي مفيش حد عاقل المفروض يروحه. فضلت راقبه لحد ما وصل لآخر الباركينج وكسر شمال، وأنا بلف عشان أرجع لقيت طنطا مكمل وراه. أنت رايح على فين يا طنطا؟
وقف ولف وبصلي. ما اقدرش اسيبه يروح هناك لوحده يا سعيد. افرض حاجة كلته او قتل جعفر او اي حاجة تانية. ومد عشان يحصل الراجل قبل ما الحق اساله وجوده هيفرق ايه في الحالتين اللي قالهم، وما عداش وقت طويل قبل ما استسلم وحصلهم. الاس يو في كانت مركونه قدامنا على جنب الطريق، في نفس المكان اللي طنطا ركن فيه من كام اسبوع عشان يساعد جعفر لما سمع الصوت الغريب اللي جه من الغابه. فمره حاولت افتح معاه السيره تاني. في ليله حركه الزباين كانت بطيئه، سالت طنطا عن اللي شافه في الغابه في الليله اللي خبط فيها جعفر. ما فهمش انا بتكلم عن ايه. لما قلت له اني ما فهمتش كلامه، لما ابتدى يرطم بالصعيدي بصلي ببرود وقال لي انه مش من الصعيد ولا بيعرف يتكلم صعيدي اصلا. وما فتحناش الموضوع ده تاني من ساعتها. العقل البشري عضو غريب، وذكرياتنا مش مضمونه زي ما احنا متخيلين. حاجه مريحه، او خلينا نقول يعني شبه مريحه، انك تعرف انك مش موظف المحطه الوحيد اللي عنده حكايات بيحاول ينساها. الموتور ابتدى يقطع. الراجل الضخم قال الجمله دي واحنا بنقرب من العربيه. خدت بالي بعد فوات الاوان ان انا كان ممكن نيجي بعربيتي بدل المشوار اللي ضربناه على رجلينا. فوق كده عربيتي كانت هتبقى مفيده لو بطاريه العربيه التانيه نايمه، او لو هجم علينا دب ولا اي بلوه تانيه من بلاوي الغابه. يلا مش مهم. لما كهربة العربية ابتدت تخرف هي كمان قلت ما بديهاش، ركنت على جنب وبطلت العربية. لما جيت ادور تاني ما دارتش. لما قربنا من العربيه اكتر لاحظت الكبوت المفتوح. مفيش حاجة غريبة في الموضوع، كل العربيات بتعطل. تحب نطلب لك سطحة ولا؟ لما فتحت الكبوت لقيت كل حاجة تمام. الراجل قطع طنطا بمنتهى قله الذوق. قلت يمكن محتاجة بنزين فجبت من المحطة، بس لما رجعت شفت المنظر ده. لفينا من قدام العربية وشوفنا الشيء اللي كان بيتكلم عنه. شجرة بلوط صغيرة عمرها 4 أو 5 سنين طالعة من الأرض من تحت العربية بالظبط. الجذع والأغصان مخترقين الموتور وبالعين حتت من المعدن جوه الخشب الحي وطالعين لفوق بتاع 2 متر. كأن العربية مركونة هنا من سنين والشجرة بتكبر جواها لحد ما بقت مثبتها في الأرض. غريبة. انت متأكد ان الشجرة دي ما كانتش موجودة من الأول؟ قبل ما يلحق يرد في حاجة شدت انتباهه عند حدود الشجر. لف راسه وبص للغابة وبعدين سألنا بصوت واطي: انتوا سمعتوا الصوت ده يا رجالة؟ وقفنا مكاننا وطرطقنا ودنا، بس أنا ما كنتش سمعت حاجة. لا. وطنطا هز راسه يمين وشمال هو كمان. الراجل أبو دقن فتح باب العربية الوراني. انتوا تعرفوا سمكة الصياد؟ أيوة بيتهيألي. الراجل شال شنطة من أرضية العربية ورماها على الكنبة، وبعدين رفع غطا سري تحت الدواسات. من المكان اللي كنت واقف فيه شفت كمية كبيرة من السكاكين والمسدسات والذخيرة. الراجل مد ايده وطلع رشاش اوتوماتيك، وزي ما انا ماليش في العربيات ماليش في الأسلحة كمان، وما اقدرش اقول لكم الرشاش ده نوعه ايه بالظبط، وغالبا لو شفته وسط 100 سلاح تاني مش هعرف اطلعه عشان كلهم شبه بعض بالنسبة لي. بس اللي انا متأكد منه ان السلاح كان ضخم وشكله يخوف وباين عليه انه غالي قوي. الراجل شيك على الخزنة وعمل حركة سريعة في السلاح، ممكن تكون الأمان أو الليزر أو أي هباب تاني. طنطا حط إيده على كتفي وابتدى يرجع لورا ببطء وبيشدني معاه، بس الراجل ما كانش مدينا أي اهتمام، كان مركز في الصوت اللي سمعه ورا الشجر. لو تخميني مظبوط الغابة بتاعتكم فيها سمكة صياد بترمي طعم عشان تسحبني لجوه، بتخليني افتكر اني سمعت حاجة، واول ما اروح ادور على الحاجة اللي متهيالي اني سمعتها تروح هوبا هاجمة عليا. قصدك يعني زي نداها؟ بصلي من فوق كتفه وابتسم بسخرية. بالظبط زي النداها كده. اخلعوا من هنا بسرعة، الموضوع ممكن يتطور، وما تقلقوش عليا، انا اتعاملت مع حاجات شبه دي كتير قبل كده. وبعدين حط السلاح في كتفه وابتدى يتحرك ناحية الغابة، وانا وطنطا رجعنا على محطة البنزين تاني. من أغرب أعراض حالتي المرضية النادرة إني مستحيل أتخدر. من فترة الدكاترة عملوا اختبارات للحالات اللي شبه حالتي عشان يعرفوا حدود الأرق المصاحب للحالة ممكن توصل لفين. حاولوا يدخلوا المرضى في غيبوبة طبية صناعية، جربوا كل أنواع المهدئات والمنومات اللي بتنيم الأفيال، حتى التنويم المغناطيسي وخزان العزل الحسي جربوه، والنتيجة اللي وصلوا لها كانت لا تقبل الجدل. دماغ الناس اللي زي ملهاش غير وضعين 2 بس ملهمش تالت، يا صاحي يا ميت. الدكاترة أو خلينا نقول المحامين بتوع الدكاترة ما كانوش ناويين يخاطروا، كانوا عارفين إن دماغي مش هيشتغل معاها البنج الكلي، ولو اتكوا شوية زيادة الموضوع ممكن يقلب بوفاة. عشان كده لما انتهى بيها الحال في غرفة الطوارئ في ليلة من الليالي، قرروا يجربوا عليا وسيلة تخدير تانية، حاجة اسمها التخدير الشفقي أو التخدير الواعي. أنا طبعا مش دكتور، بس فهمي المتواضع للموضوع كالتالي:
المستشفى بتديك كوكتيل مسكنات مع مادة هلوسة بتمسح الذاكرة، وبيعملوا لك العملية وانت صاحي وفايق وبترغي معاهم عادي. بعد ما بيخلصوا بيجيلك حالة لطيفة كده من فقدان الذاكرة المؤقت، كأنك كنت شارب أو متقل العيار حبتين، وبكده بتنسى أي لحظة إحراج أو رعب مريت بيها وانت على ترابيزة العمليات. قضيت فترة التعافي وأنا غطسان وسط صفحات ويكيبيديا بحاول أفهم حكاية التخدير الشفقي. تاريخ الموضوع كان مليان بالجدل والقيل والقال. مثلا في أوائل القرن العشرين كانوا بيسوقوا للستات الأغنياء على إنه وسيلة ولادة بدون ألم، بس اكتشفوا بعد كده إن الدكاترة كانوا بيطنشوا المسكنات خالص عشان يوفروا ويكتفوا بالمادة اللي بتمسح الذاكرة. بالتالي الموضوع كان بيقلب لكابوس بشع. الست كانت بتبقى بتهلوس وتتألم وهي مربوطة في ترابيزة أو لابسة قميص المجانين لحد ما تخلص ولادة. التركية بقى كانت في الخطوة اللي بعد كده، أول ما مرحلة فقدان الذاكرة تبتدي، كأن مفيش أي حاجة حصلت. ده طبعا لو ما كانتش الست نتشت شعرها أو كسرت عظمة في جسمها من كتر المقاومة والهرب. بس بما إن مفيش أي شكاوي اتقدمت، فالعملية فضلت مستمرة لوقت أطول بكتير من اللي كان مفروض يحصل. في المستشفى أكدوا لي إني ما اتألمتش خالص وأنا بعمل العملية اللي ما كنتش فاكر منها حاجة. بس ده بالظبط اللي هيقوله أي دكتور سادي كذاب، مش كده؟ مش قادر أحدد اللحظة اللي ذكرياتي رجعت فيها بالظبط. الموضوع كان كأني بصحى من النوم، في لحظة كنت بحلم، وفي اللحظة اللي بعدها كنت محتار بحاول أفهم أنا فين وإيه اللي جابني هنا. الذكريات ابتدت تتجمع في دماغي واحدة ورا التانية. أنا في سرير المستشفى بعد ما عملت حادثة. الدكاترة كان لازم يعملوا عملية في رجلي اللي كانت مكسورة كسر أسطوري، بس ما كنتش فاكر الموضوع حصل إزاي. الحاجة الوحيدة اللي كنت فاكرها إن كان ليها علاقة بنبات أبو كف، وكان في حاجة تانية كمان، حاجة ليها علاقة بكومة ورق شجر. أول ما ابتديت أستوعب المكان اللي أنا فيه، دكتور معرفوش دخل عليا وفهمني إني وافقت على التخدير الشفقي، وبما إن كان معاه الدليل اللي كان عبارة عن توقيع المعفن على ورقة غرقانة دم، اضطريت أصدق كلامه. قعد يهرتل بشوية مصطلحات طبية عن إزاي يركبوا مسمار نخاعي في العظمة اللي تحت الركبة، ودلوقتي بقيت لابس جبس بياكلني من أول كعب رجلي لحد فخدي. كان لازم أقضي أول ليلة بعد العملية في المستشفى عشان يتأكدوا إني فقت ورجعت الوعي قبل ما يخرجوني. مدير المستشفى اقترح إني أقعد أسبوع تحت الملاحظة بسبب حالتي المرضية النادرة، بس طبعا أول ما عرفوا إني ما عنديش تأمين صحي، رأي الدكتور اتغير في لمح البصر. مساعد المأمور الجديد زارني مرتين، كان عاوزني أعمل بلاغ رسمي عن الواقعة اللي اترميت بسببها في المستشفى. أنا مش فاكر إيه اللي حصل بالظبط، بس الموضوع له علاقة بنبات أبو كف. إيه؟ نبات إيه؟ قعدت أحرك إيديا قدام وشه كأني بحرك بيهم عرايس خشب وهمية وأنا بكرر كلامي. الدكتور كتر خيره شرح له إني لسه ما فقتش من تأثير المخدر، وقال له يجي تاني لما فوق من السطلة اللي أنا فيها. قضيت الوقت لوحدي بحاول أجمع اللي حصل. الصورة ما كانتش واضحة في دماغي، كأني بحاول أفتكر حلم. نبات أبو كف، كومة ورق شجر متقطع، كان في حاجة. مع مرور الوقت الإحساس اتحول لذكرى حيرتني أكتر من الأول، عشان ما كانتش ذكرى قريبة، كانت من أيام الثانوي. مشهد كئيب لحوش المدرسة كنت بحاول أنساه هو وبقية طفولتي. حاولت أرجع الذكرى لمكانها وأقفل عليها، بس للأسف الذكريات ما بتشتغلش بالطريقة دي. كنت في سنة أولى ثانوي وكنت واقف بره ببص على كومة ورق شجر متقطع. الحوش كان أكتر مكان بكرهه في المدرسة، نصه خرسانة مكسرة وملاعب باسكت، والنص التاني منطقة نجيلة خضراء. النجيلة ما كانش في حاجة تمنعها تكبر وتخرج عن السيطرة غير مئات الطلبة اللي بيهرسوها برجليهم كل يوم. كنت بتجنب الحوش لأسباب كتير، أهمها إني ما كنتش بحب أتضرب. سياسة المدرسة ضد العنف كان فيها ثغرات كتير، كنت دايما بحاول أبقى خافي عشان ما أشدش انتباه حد، كأني في السجن بالظبط. بس ده ما يمنعش إني خدت كذا علقة سخنة. لما بفكر في الموضوع بيبقى سهل جدا عليا لوم المراهقين المكبوتين اللي كانوا محتاجين كيس ملاكمة بشري يفرغوا غضبهم فيه، بس لو عملت كده هبقى بديهم أكتر من حقهم. الحقيقة إن الموضوع كان ليه علاقة بهوس الطلبة بمصارعة المحترفين اللي كانت بتيجي كل يوم 2. على ما اتخرجت كانت عيني ورمت ومناخيري جابت دم كذا مرة. لما واحد من الطلبة اللي أكبر مني ابتدى يبيع شهادات مرضي فاضية، اشتريت منه واحدة ب10 جنيه وألفت قصة للمدير. قلت له إن عندي قولون عصبي مزمن وإني محتاج أقضي فترة البريك في المكتبة المكيفة اللي جنب الحمامات. كانت الجريمة الكاملة اللي استمرت لمدة سنة، لحد ما مدير المدرسة شق نفسه في أوضة عامل النظافة. وكيل المدرسة مسك مكانه وقرر إني بقيت منطوي على نفسي وإني محتاج أخرج للحوش عشان أستمتع بجمال التواصل الاجتماعي. كنت بقضي أغلب الوقت بعيد عن دوشة الطلبة، ساند ظهري على السور بقرا رواية هاري بوتر، ولو حد سألني كنت بكذب وأقول له إنها رواية دراكولا بتاعت برام ستوكر. في يوم كنت قاعد في مكاني المعتاد لما لاحظت الولد اللي قاعد الناحية التانية جنب الشجرة. كان بيجمع ورق الشجر ويقطعه بصبر وهدوء طول وقت البريك وهو قاعد لوحده تماما وهو داخل في حالة تأمل عميقة. في الوقت ده
صفوة المنشاوي سمعته كانت سابقاه ومخليه الكل يبعد عنه، وده كان بيوفر له الخصوصية اللي هو محتاجها. تاني يوم لما رحت مكاني جنب السور وقبل ما افتح الكتاب بصيت لقيته قاعد هناك تاني في نفس المكان بعيد عن الكل، بيجمع ورق الشجر ويقطعه ويرميه في كومة. لمدة أسبوع كل يوم كنت بقعد أقرأ وأنا براقب صفوة وهو بيقطع ورق الشجر. في يوم من الأيام الجرس ضرب والبريك خلص بس أنا ما اتحركتش. في حاجة خلتني أستنى لحد ما صفوة وبقية الطلبة يدخلوا المبنى. ممكن يكون فضول وممكن يكون حاجة تانية، بس أول ما اتأكدت إني بقيت لوحدي رحت للمكان اللي صفوة كان قاعد فيه. لحظتها عرفت إني كنت غلطان. ما كانش بيقطع ورق شجر، كان بيصطاد جراد، عشرات الجراد. كان بيقطع رجليهم وجناحاتهم ويكومهم في كومة ويسيبهم يموتوا ببطء. أنا آسف، عارف إن الموضوع سوداوي، بس ده احنا لسه حتى ما وصلناش للجزء بتاع الأرنب الصغير. صفوة المنشاوي ما كانش ولد طبيعي، وكان نفسي أقول إن دي أسوأ حاجة عملها في حياته، بس للأسف لازم أختلف مع سعاد حسني. الحياة مش بامبي. لو انت محتار دلوقتي تخيل احساسي وانا قاعد في سرير المستشفى ومش عارف ايه اللي جابني هنا، ولسبب ما دماغي قررت تعرض لي اعظم مشاهد ذكريات طفولتي المريضه. ما كنتش فاهم عقلي الباطن عاوز يقول لي ايه لما وراني مشهد الولد اللي بيقطع الحشرات. 3 دقات على باب اوضتي رجعوني لارض الواقع، وقبل ما الحق اقول ادخل الباب اتفتح والممرضه اعلنت بابتسامه واسعه ان جاي لي زوار. طنطا وال جم عشان يطمنوا عليا. ازيك يا سعيد؟ عضو الطائفه السابق جاب لي معاه بالونه حمراء مكتوب عليها الف سلامه بماركر اسود، ما كانتش منفوخه هيليوم، كان جواها هوا عادي، عشان كده فضلت في مكانها على الارض بين الحيطه والسرير. طنطا جاب لي اللابتوب وقصه القراصنه اللي بيسافروا في الزمن اللي كنت سايبها على الكاونتر. ما سالونيش عن اي تفاصيل، وده كان شيء رائع عشان زي ما انتوا عارفين ما كنتش فاكر اي حاجه. بس زفولي الخبر السعيد، في غياب اصحاب المحطه عينوا كاشير بدوام كامل. لحسن الحظ كنت لسه تحت تاثير المسكنات، فقدرت استخدم الموضوع ده كعذر، لاني فطست على نفسي من الضحك لما سمعت الخبر. قبل ما يمشوا اداني كيس ورق بني وهو بيبص يمين وشمال. انا هربت لك دي، لحقتها قبل ما الحكومه تحرزها. استنيت لما مشوا وبعدين فتحت الكيس، لقيت جواه نوتة صغيره بغلاف كرتون عليه بقع بني، غالبا دم ناشف. نوتة المذكرات بتاعتي، الحاجات اللي انا كاتبها فيها ممكن توديني ورا الشمس. بمناسبة الموضوع ده جه في بالي انهم ممكن يلاقوا الجثث وهم بيفتشوا المحطة. لازم افكر في حجة غياب محترمة. كنت عارف ان المفروض اكون مرعوب، بس الادوية اللي في جسمي كانت قايمة بالواجب وزيادة ومخلياني رايق على الاخر. ده غير انهم لو كانوا لقوا الجثث كان زماني متكلبش في السرير، وكان زمان طنطا مقبوض عليهم. فتحت المذكرات وسمعت صوت الورق وهو بيتفك من بعض. الدم كان اتسرب بين الصفحات وخبى شوية كلام، بس أغلب اللي كتبته كان واضح، وما كانش ورايا حاجة أعملها غير إني أقتل الوقت. قعدت أفر في الصفحات من الأول للآخر لحد ما وصلت للنقطة اللي مش فاكرها. خليني أستخدم اللي كتبته عشان أنشط الذاكرة، مش هو ده أصلا الهدف من المذكرات ولا إيه؟ وأنا بقرا الجمل الغريبة حسيت إني شخص مختلف عن اللي كتبها. كنت حاسس إني بقرا رواية فاشلة حد غيري مألفها، ولولا إنها مكتوبة في مذكراتي بنفس خط الزفت اللي بيتقرا بالعافية ما كنتش هعرف إني بقرا عن حياتي أنا. لازم اعترف ان افكاري مش منظمه خالص. انا بجد بشفق على قراء البلوج بتاعي. عندي عاده زفت اني بتنطط من فكره للتانيه وافضل اطلع وارجع في الزمن، وبصفتي قارئ محترف فانا عارف ان الموضوع ده متعب جدا. ازاي ما بعرفش امسك خيط قصه واحده وقت طويل؟ قررت اصلح الموضوع ده. المهم دي قصه من زمان عن نبات ابو كف. ما كانش بقالي اكتر من شهرين شغال في المحطه، والارق بتاعي كان لسه في بداياته، وده كان مخليني بقدر أعدي الحاجز وأنام حوالي 2 ساعات في الأسبوع. كنت ابتديت أستوعب بالتدريج إن دي بقت حياتي الجديدة، فطلبت شوية كتب قلت يمكن تساعدني. بس أول كام فصل في كتاب الاكتئاب وميكانيكا الحزن طلعوا دش علمي ممل، ما قدرتش أكمل. فدخلت في سكة أحمد خالد توفيق وقريت كل حاجته في أسبوع واحد. بس الموضوع كان تقيل قوي عشان كان سريع ورا بعض، فجالي اكتئاب ما بعد القراءة. استوعبت ان القرايه ما بقتش كفايه عشان اهرب من الواقع، واني محتاج هوايه جديده بسرعه قبل ما اللي فاضل من عقلي يطير. الرغبه في اني الاقي حاجه تشغلني هي السبب اللي خلاني اهتم بعش الغراب الغريب اللي كان طالع جنب صندوق الزباله ورا المحطه. اول ما شفتهم شكلهم كان زي صوابع بيبيهات صغيره طالعه من الارض. ما اهتمتش بيهم في الاول لحد ما مطره تقيله نزلت ولقيت المحصول انفجر في النمو. في ظرف 3 أيام اتحولوا من مجرد نتوءات صغيره لبروزات طولها حوالي 7 سنتي. لما قربت عشان افحصهم من قريب لقيت الشبه بينهم وبين صوابع البني ادمين يخض، لدرجه اني حفرت تحت واحد عشان اتاكد انه مش متوصل بجثه مدفونه تحت الارض. وقتها عرفت ان النباتات الغريبه دي كلها متوصله ببعض بشبكه جذور واحده. كنت مبهور بيهم، خصوصا الشبه البصر الرهيب ما بينهم وما بين صوابعنا.
حتى الضوافر كانت موجودة، وده اللي خلاني أرويهم وأسجل مراحل نموهم. ما كنتش متوقع إنهم يكبروا أكتر، كنت متوقع يموتوا أو الحيوانات تاكلهم. بس الغريب بقى إن حتى عنتر وعيلته كانوا رافضين يقربوا منهم نهائيا. بعد أسبوعين بقى عندي أكتر من 12 صباع طالعين من التربة بأحجام مختلفة. أكبر وأطول صوابع فيهم اتوصلت ببعض من عند السيقان عشان يكونوا مجموعات من 4 أو 5 صوابع. السيقان كان فيها مفاصل بتخليهم يقدروا يتحركوا ويتنوا عشان يهرسوا أي حشرة أو برص يغلط ويقرب منهم. لما الجو دفي معدل نموهم زاد وكونوا سيقان أضخم شبه المعصم، كأنهم زومبيز مدفونين في قبر ومدين إيديهم ناحية السماء. نبات أبو كف زي ما سميتهم كانوا بيقفلوا إيديهم في شكل قبضة طول النهار ويفتحوها بالليل عشان يشاوروا للقمر. في ليلة حر بعد فترة جفاف طويلة اكتشفت حقيقة مرعبة عن نبات أبو كف. عندهم القدرة على التواصل. كنت نسيت أسيهم كذا يوم لما سمعت صوتهم وأنا جوه المحطة بيطرقعوا بصوت عالي متقطع، كأنك جايب ميكروفون وحطه قدام فشار بيستوي. وقتها كان عندي زبون في المحطة بيشتري بخاخة بول الغزال. ايه الصوت ده يا سعيد؟ قلت له إنهم غالبا شوية نقارين خشب بيمارسوا حقوقهم الشرعية. لحسن الحظ ما سألش أي أسئلة تانية. بعد ما مشي خرجت عشان أسقيهم. الموضوع ده كان قبل ما أحرقهم أول مرة، بس بعد ما اتعودت أحرقهم عمرهم ما حاولوا يجذبوا انتباهي تاني. عملت بحث على النت ووصلت لكام مقال بيوصفوا نبات غريب بيطلع في المنطقة اللي حوالين المحطة. في فطر اسمه العلمي زيلاريا بوليمورفا، الاسم الدارج صوابع الراجل الميت، وده لأن شكله بالظبط زي ما الاسم بيقول، صوابع بني آدم طالعة من الأرض في المناطق اللي فيها عفن جامد. أكيد أنا بتعامل مع فصيلة متحورة من الفطر ده، فصيلة حصل لها طفرة خلتها تقدر تتني وتتحرك وتخربش رجلي لو ما خدتش بالي كويس. في يوم ما كانش فيه حركة كتير قبل حادثة الهالوين بكام شهر، سحبت جاروف وحفرت طلعت واحد من نبات أبو كف. الإيد بطلت تفرك وتتحرك أول ما فصلتها عن شبكة الجذور. حطيتها في كيس ورق وكلمت مروان الصغير وطلبت منه يعمل لي خدمة صغيرة. شرحت له باختصار إني لقيت نبات غريب، ولو وافق يجي يديني رأيه كخبير هسلفه أول 5 أعداد من سلسلة فلاشة الأصلية بتاعت التسعينات. وافق بسرعة ما كنتش متخيلة. للعين الغير خبيرة نبات أبو كف يبان كأنه إيد بني آدم بالظبط، أصغر من إيد راجل بالغ بس أكبر من إيد طفل. الإيد عند المعصم بتتحول لجذور متكعبلة في بعض ريحتها زي العرقسوس. مروان الصغير فضل واقف في المحطة بتاع 10 دقايق بيفحص النبات في صمت كأنه خبير ألماظ. لما خلص بصله وسألني إذا كان عندي منه تاني. لما قلت له لأ طلب ياخد الإيد معاه البيت ويرجعها لي تاني يوم. قلت له مفيش مشكلة. تاني يوم كلمني وقال لي إنه ضيعها. افتكرت إن الموضوع خلص على كده، بس بعدها بكام يوم كلمني تاني عشان يسأل لو كنت لقيت نبات أبو كف جديد. ومن هنا ابتدى هوس مروان المرضي بنبات أبو كف. طنطا كمان كان عارف الموضوع بس ما كانش مهتم بيه قوي. لما وريته المحصول مرت عليا حاجات أغرب من كده بكتير يا سعيد. لما شفت كف منهم بيخطف عصفور وهو طاير في الهواء ابتديت أقلق وأحس إن هوايتي الجديدة بقت أكبر مني. آخر حاجة كنت محتاجها إن الموضوع يقلب بفيلم متجر الرعب الصغير. كلمت أصحاب المحطة وحكيت لهم عن المحصول اللي بيطلع في أرضهم وسألتهم أتصرف إزاي. فكروا يمين وبعدين ردوا عليا قالوا لي أسيبهم في مكانهم دلوقتي. بيتهيالي إنهم كانوا بيفكروا في مصلحة يطلعوها من وراهم. بس مع مرور الوقت الكل نسي موضوع نبات أبو كف ما عدا أنا ومروان الصغير طبعا. ورغم إن المحطة ما كانتش مستوفية أي معيار من معايير السلامة إلا إن نبات أبو كف لما خرج عن السيطرة كان لازم أتصرف. كلمت عم صابر كان مبسوط قوي وهو بيشرح لي المفروض أعمل إيه. هات شوية بنزين وولع في ولاد الكلب دول. ممكن ما تصدقنيش لما أقولك إن الموضوع مفيد بالنسبة لهم، ولما ينبتوا تاني خلي عينيك عليهم. اوعى تسيبهم يطولوا زيادة وإلا هتتعب جامد يا سعيد. لما مساعد المأمور الجديد جالي المستشفى أول مرة كل اللي كنت فاكره إن إصابتي ليها علاقة بالنباتات دي، بس مستحيل شوية زرع يكونوا كسروا رجلي. بس لما ابتديت أقرأ مذكراتي وأنا نايم على سرير المستشفى الدم نشف في عروقي بعد ما قريت أول جملتين. النهاردة حرقت بقيت نبات أبو كف وفهمت أخيرا اللي بيحصل. ما احتجتش أقرأ أي كلمة زيادة، ذكرياتي كلها ردت مرة واحدة عشان تلسعني في دماغي زي الأستك. ليلة الحادثة كنت قاعد ورا الكاونتر قدام اللابتوب وأنا بحاول أجمع أفكاري عشان أكتب بوست جديد. كان فات كذا يوم من آخر مرة حدثت فيها البلوج، بس للأسف ما كنتش لاقي حاجة تستاهل أكتبها، طبعا باستثناء الراجل أبو دقن اللي صدعتكم كلام عنه والعملاء سري محفوظ اللي ممنوع أجيب سيرتهم أصلا. ما كانش في أي حاجة مثيرة للاهتمام حصلت اليومين اللي فاتوا. قبل ما ألحق أفكر في حاجة جات لي دعوة من رقم 0 عشان أحضر اجتماع مفاجئ للشياطين ال13. كانوا بيتناقشوا في موضوع الراجل الضخم وعاوزين يعرفوا تفاصيل أكتر. لما دخلت على صفحة الشات لاحظت إن أغلب الشياطين كانوا موجودين فعلا. القط الأسود دخل في الموضوع على طول وسألني عن آخر المعلومات اللي أعرفها عن الراجل. بقى رسميا في عداد المفقودين.
كلمت عم صابر وحكيت له عن اللي حصل، قال لي انه هيتصرف بمعرفته وان مفيش داعي للقلق. رسالة كلاود دانسينج رنت الإشعار. انت بتثق في عم صابر ده؟ هو مش برضو مساعد المأمور؟ الموضوع ده مش بيقلقك؟ صوابعي اتحركت بسرعة على لوحة المفاتيح. لا، أنا بثق فيه أكتر ما بثق فيكم. كونان 69 أدلى بديلو. أنا شايف إن الراجل أبو دقن غالبا بيشتغل مع جهة أمنية مسلحة متخصصة في التعامل مع الماورائيات. رقم 0 قطعه. تقصد إن المية مبلولة يعني؟ إيه الجديد؟ كلاود دانسينج رن الجرس تاني. أنا عن نفسي همشي مع حد قدام وهاخد التفسير البسيط الممل. أنا شايف إنه مجرد شخص مجنون وشكرا على كده، خصوصا إنه بيسمع حاجات بتنادي عليه من الغابة. رقم 0 أمن على كلامه. فعلا في احتمال كبير يكون مجنون. إيه رأيك يا قط؟ أنت خبير في المواضيع اللي زي دي. مفيش حد نطق لمدة دقيقتين لحد ما القط الأسود بعت الرد بتاعه. الراجل أبو دقن اتكلم عن سمكة الصياد. في كل الأبحاث اللي عملتها عمري ما قابلت المصطلح ده، وده دليل على إن المعلومات اللي عنده أكتر من المعلومات اللي عندنا. مع كده على مر العصور في مراجع ملهاش عدد بتتكلم عن كائن ذكي بيسحب ضحاياه بعيد عن الأمان عن طريق الهلاوس السمعية والبصرية. كل الحضارات عندها شكل من أشكال الكائن ده في الأساطير بتاعتها. عندك مثلا النداهة والسيونابة والكلبي. الكائن ده بيفصل هجمته على مقاس الضحية وبيتشكل بالشكل اللي يقنع الفريسة تدخل الفخ برجليها. فكروا في الموضوع كده، الراجل أبو دقن لما سمع نداء سمكة الصياد وزميلك اللي سمع صوت قرمشة ورا خط الشجر، الاتنين سمعوا حاجة بتنده لهم عشان تسحبهم جوه الغابة. في اللحظة دي سمعت صوت جاي من بره، صوت من الأصوات اللي غالبا مفيش حد يحب يسمعها، خصوصا لو جه في وقت مش متوقع. بصيت على ساعة الكمبيوتر لقيتها عدت نص الليل. لازم أمشي دلوقتي يا جماعة، متهيألي إني سامع صوت بيبي بيعيط بره. قفلت الجهاز ومشيت ورا الصوت لحد ما وصلت للباب الوراني. كتمت نفسي وطرطقت وداني لحد ما اتأكدت إني فعلا سامع الصوت اللي في بالي. خلينا أكون صريح، البطولة والشجاعة ما حركتنيش بسرعة زي بقية الناس عشان أجري وأشوف الطفل المسكين فين وبيعيط ليه. بالعكس، أول سؤال خطر على بالي كان سؤال بسيط جدا: إيه اللي جاب طفل صغير في مكان مقطوع زي ده؟ لما فتحت الباب الصوت بقى أوضح بكتير. جعورة مفتوحة، صوت طفل بيعيط بيأس جاي من جوه الغابة. ما قدرتش أتجاهل إحساسي إن في حاجة مش مظبوطة. قفلت الباب ورجعت جوه المحطة عشان أدور على حد يسندني. فتحت المخزن عشان أشوف إيه اللي موجود ولا لأ، بس المرتبة كانت فاضية والواد ملوش أثر، وطنطا ما كانش هيجي قبل بكرة الصبح، والوقت كان وقت ميت نادرا ما بيجي فيه زباين. لو كنت فعلا ناوي أشوف حكاية طفل الغابة إيه، يبقى لازم أعمل الموضوع ده لوحدي. أنا في الأول والآخر بعتبر نفسي راجل يعني، وعندي ثقة كاملة إني لو دخلت في مواجهة مع طفل بامبرز أنا اللي هكسب. مع كده انذار يا ليلة سودا، حساسيته كانت عالية اليومين دول، ودماغي كانت بتقولي إني مش هكون في أمان لو دخلت الغابة لوحدي. ماذا لو كان ده مجرد فخ ومفيش طفل بيعيط ولا حاجة؟ الله يخرب بيت ماذا لو. أنا مش بطل، بالعكس. مع كده لازم أعمل حاجة. وأنا بفتكر المرات الكتير اللي قعدت أنظر فيها على طنطا عشان عمل نفس اللي أنا هعمله دلوقتي، سحبت كشاف من درج الكاونتر واتجهت للباب الوراني. لما وصلت للطرق وقفت، كان في 4 أقزام جنينة واقفين جنب بعض كتف في كتف سادين عليا الطريق للباب. منظر يقبض القلب. لا، أنا خلاص خدت القرار. عديت من فوقهم وخرجت من المحطة. كان واضح إن صوت العياط اللي ما بينتهيش جاي من الغابة. اتحركت ببطء وسط الشجر الكثيف وأنا بحاول ما أخليش الوحوش ولا الناموس يحسوا بوجودي، بس للأسف دوست على غصن شجر كسرته. صوت العياط اتغير فجأة. الصوت اللي كان جاي من يميني نط الناحية التانية فجأة وبقى جاي من شمالي، زي ما يكون الطفل انتقل انتقال آني. كنت لسه هقول يا فكيك وارجع المحطة لما الصوت اتحرك تاني. ابتدى يدخل بسرعة في عمق الغابة. كان في شيء شايل الطفل وطاير بيه، شيء قادر يتحرك وسط الشجر بسهولة وسرعة رهيبة. لا، ده كده سندوتش لق كبير مع سلطة انسى. أنا عملت اللي عليا وزيادة، ولو في طفل سحري عمال يطير في الغابة فخلينا أتنحى جانبا واسيب المتخصصين يتعاملوا مع الموقف ويدوروا عليه. اتحركت ناحية المحطة. قبل ما أخرج من الغابة في حاجة شدت انتباهي، حاجة وسط الزرع اللي جنبي، آخر حاجة كنت أتوقع أشوفها هنا. خلينا نقول مفيش طريقة سهلة ممكن أحكي بيها الجزء الجاي، فلو كنت متردد أو شاكك إذا كانت حكايات من محطة البنزين حقيقية ولا لأ، فأنا اتبسطت جدا بوجودك معايا في الرحلة دي لحد دلوقتي. بس شكلك هتنزل هنا يا معلم. الظاهر إن النبات أبو كف سرح بعيد شوية عن المنطقة اللي جنب صندوق الزبالة. النباتات اللي كنت براقبها وارويها واسجل نموها واحرقها لما تتوحش ما كانتش تحت سيطرتي زي ما كنت فاكر، عشان هناك على بعد كام خطوه جوه الغابه كان في محصول نبات ابو كف ما كنتش اعرف عنه حاجه، محصول عمره ما اتقص او اتحرق، محصول اتساب يكبر براحته ويتوحش لاقصى درجه. كان في منه نبات كبر لدرجه انه تقل وقع على الارض،
كبر لدرجة إنه عدى مرحلة الكتف وطلع له راس وجذع ورجلين. قدامي على الأرض كان في جسم بني آدم كامل منكمش على نفسه ومربوط بالتربة بجذور بني تخينة. بس دي ما كانتش الحاجة الغريبة. الجسم كان لحد أنا أعرفه كويس، جعفر. ما أعرفش إيه اللي خلاني أمد إيدي وألمسه، يمكن عشان ما كنتش مصدق عينيا، كنت عاوز أتأكد إنه حقيقي. أول ما صوابعي لمست جلد رقبته البارد عينيه فتحت فجأة، ركزهم عليا وابتسم ببرود. ما كانش قادر يتحرك، الجذور كانت مثبتاه في مكانه، بس كان قادر يتكلم. ازيك يا معلم؟ أنا الحمد لله، بس أنت شكلك متكعبل في مشكلة كبيرة. ايوه بقول لك ايه، عاوز تعرف سر؟ صوته كان سكران وعينيه بتسرح وهو بيتكلم، وكل واحدة منهم بتبص في اتجاه. عندي احساس انك لازم تشوف هما بيسموا الحاجات دي ايه. انت فاهم قصدي مش كده؟ قعدت جنبه على النجيلة وربعت. في الحقيقة ما عنديش أي فكرة أنت تقصد إيه. أنا شفتك في حتة قبل كده؟ أيوة، أنا بشتغل في محطة البنزين. البنزينة، أنا عارف المكان ده. المفروض لازم أقابل. أنا عندي ميعاد. أنت عارف اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ قال إني لازم أقابل حد في البنزينة. جعفر قعد يطرقع بلسانه وبعدين ثبت نظره على وشي. بقول لك إيه، أنت عينيك حلوين، مليانة حنين بيخطفني. شكرا. بس أنا مش فاهم أنت قلبت جرجير إزاي كده؟ أنا قلبت إيه؟ الحوار فضل ماشي بالشكل ده. قعدت معاه بتاع ساعة بجمع الفتافيت اللي بتقع من كلامه، كأني بدق مسمار في مية، لحد ما في الآخر قدرت أرسم صورة القصة كاملة. على حسب كلام جعفر الجرجير، في شيء تحت المحطة، شيء ضخم وقوي وموجود من زمان وقاعد يخطط. الشيء ده لسه صاحي قريب، وأنا بقالي سنين عايش وبتنفس وبشتغل وسط سحابة من فيصل الظل العظيم ده. سبته يلوك لحد ما جاب آخره وبقى بيعمل فقاقيع بالريالة بدل ما يتكلم. اعتبرت إن دي إشارة إن الحوار انتهى. قمت من جنبه وجمدت قلبي عشان اللي أنا مضطر أعمله بعد كده. جبت جيركن مليان من المحطة واديت نبات أبو كف دش بنزين محترم وولعت فيه. بعدها اتأكدت إني خلصت مهمتي الأخيرة. كنت حاسس بتأنيب ضمير رهيب وأنا بولع في نسخة كاملة في نسخة مستوية من جعفر. بس كنت هعمل إيه يعني؟ آخر جملة قالها قبل ما النار تاكله هتفضل تطاردني لحد آخر يوم في حياتي. كده مش حلو يا مان. لما رجعت المحطة وريحتي بنزين وشعر محروق ولحم بني آدمين، حطيت جيركن البنزين الفاضي في المخزن ودخلت الحمام عشان أتشطف. كانت ليلة سودة فعلا، بس الحمد لله خلصت خلاص. نشفت ايدي وخرجت من الحمام وبعدين اتجمدت في مكاني. كان في حد مستنيني عند الكاونتر، صفوة المنشاوي. في الأول قلت يمكن ما عرفش اللي أنا عملته. أول ما شافني ابتسم وقلع الجاكيت بتاعه وفك الكرافات، وبعدين قفل باب المحطة بالترباس. لا، ده أكيد عارف، وعارف إني عارف موضوع الظل العظيم كمان، وعارف إني عارف إنه عارف اللي أنا عارفه. واضح إن الموضوع هيقلب بسواد. بس لو في حاجة واحدة اتعلمتها من السنين اللي قضيتها في حوش المدرسة، فالحاجة الواحدة دي هي ازاي استحمل الضرب. بس صفوت اثبت لي اني فرفور. الراجل كان فنان في توزيع الألم، اداني لكمة في كليتي سمعت في ركبي من قوتها، وكوع في نص صدري خلاني انسى ازاي اتنفس، وشوية لكمات حلوين في وشي لدرجة اني معرفتش اعدهم. لو كان عندي امكانية افقد الوعي كان زماني فقدته 10 مرات ورا بعض. كان نفسي اعمل فيها بطل واقول اني علمت عليه بكام لكمة، بس الحقيقة كانت تكسف. كان بيتفادى ضرباتي بسهولة لدرجة اني ما لمست الشعر منه، بس بهدلت عقل صوابعه بعظم وشي، اهو اي مصلحة وخلاص. لما ما بقتش قادر اصلب طولي، صفوت سحلني من رجلي ودخل بيها الطرقة، عدى من قدام باب الحمام والثلاجة الكبيرة، ووقف قدام الباب الابيض الغريب اللي خدت بالي منه من اسبوعين بس، واللي بقى متعلق عليه يافطة للموظفين فقط. سابني لحظة وخبط 3 خبطات على الباب. سمعت اصوات من الناحية التانية، صوت خطوات رجلين كتير وصوت كراسي بتتحرك وصوت تنظيف، وبعدين الاصوات كلها سكتت مرة واحدة. افتحوا الباب، انا صفوت. سمعت صوت تكة القفل وهو بيفتح. صفوت ضحك وزق الباب ومسكني من قفايا سحلني جوه اوضه في المحطه عمري ما شفتها قبل كده. كانت اوضه مكتب قديمه، كان في مكتب جنب الحيطه عليه 9 شاشات كمبيوتر مترتبين 3 في 3 بيعرضوا صور كاميرات المراقبه بتاعه المحطه والمنطقه اللي حواليها. كان في صور من كاميرات ما كنتش اعرف انها موجوده اصلا، 2 منهم متركزين على الكاشير، وكذا كاميرا متوجهين ناحيه الغابه، وفي واحده كانت متوجهه على حته الارض المحروقه اللي كان فيها نبات ابو كف.
ملحقتش اركز في باقي الشاشات قبل ما صفوت يجرني لنص الاوضه عند الحفره الكبيره المحفوره في الارضيه الخرسانه، دايره مشرشره قطرها حوالي مترين. الوقت جه عشان تقابل المدير بتاعي. وبعدين زقني عند حافه الحفره. ما كنتش قادر احدد عمقها قد ايه، بس كنت بحس بنسمه هواء بارده بتطلع من جواها على فترات منتظمه، كانها كائن حي بيتنفس. قصدك جعفر؟ لا مش جعفر، المدير بتاعي هو اللي زرع جعفر، وهو اللي خلى شغلتي ناخد بالي منه. المدير بتاعي اكبر بكتير من انه يكون مجرد سياسي اهبل. كنت متوقع ان صفوت هيبتدي يلقي خطبه الاشرار الطويله بتاعت الافلام، ويقعد يشرح لي الخطه كلها بالتفصيل الممل، ويديني وقت عشان اهرب وابوظ له كل خططه. بس للاسف بدل كل ده اداني شلوت زيس از سبارتا في نص صدري عشان اقع في الحفره. ارضيه الحفره كانت ساقعه ومبلوله ومزحلقه، والهواء كانت ريحته معفنه، وعشان الدنيا تتهبب زياده كنت متاكد ان رجلي اتكسرت بعد الوقعه المنيله دي. طبعا انا مش دكتور وما بحبش انط الاستنتاجات سريعه، بس لما لقيت العظمه خرمت الجلد وطلعت عشان تبص عليا هنيت نفسي على دقه استنتاجي. صفوت طفى النور وهو خارج، واول ما سمعت صوت الباب وهو بيتقفل غرقت في الضلمه. فكرت اني اتوتر واصرخ، بس قدرت اقنع نفسي بسرعه ان ممكن التوتر يكون حاجه ممتعه ويريحني زي العرش ما بيريح الطفح الجلدي لحظات، بس اكيد مش هيفيدني على المدى الطويل. كان لازم اعدي اللحظات دي وانا هادي ومسيطر على اعصابي، واللي صبرني اني علمت على صفوت في حاجه، في عز العلقه اللي اداهالي وهو بيضحك على هجومي ودفاعي التعبان، وبالتحديد بعد اليد اللي اداهولي في كليتي وقبل الكوع اللي في صدري، قدرت الطش الموبايل بتاعه واحطه في جيبي من غير ما يحس. طلعت الموبايل وشغلته. لحسن الحظ صفوت يا اما غبي او واثق في نفسه زياده عن اللزوم، عشان ما كانش عامل قفل للموبايل، وزي ما توقعت موبايله كان على نفس شبكه موبايل جعفر، وده معناه انه لقط فول سيجنال حتى وانا هنا تحت الارض. طلبت رقم عم صابر، مع كل رنه املي كان بيزيد ان اخرج من الحفره وانا لسه عايش. طبعا ده كان قبل ما اعرف موضوع القنبله اللي بتعد عد تنازلي فوق. لما عم صابر رد شرحت له الموقف بسرعه، سمعني بصبر وبعدين سألني. يعني افهم من كده انك جوه الحفره دلوقتي؟ بالظبط، فلو مش هتعبك معايا ممكن تيجي تنقذني، ويستحسن تجيب معاك قوات خاصه وانت جاي، عشان انا شاكك ان صفوت لسه هنا عشان يتاكد اني مت. انا اسف يا ابني. عمري ما توقعت الرد ده منه. ولا يهمك يا عم صابر. لا اسف، عشان مفيش حاجه في ايدي اعملها عشان اساعدك. كان المفروض تطلب قسم الشرطه على طول. ليه؟ معلش يا ابني، مش هقدر انقذك المره دي، وغالبا مش هتخرج من عندك سليم. في نفس الوقت ما اقدرش انكر ان في احتمال ضعيف، بس انا شفت نهايه القصه خلاص. مهما حاولت المحطه هتسحبك تاني، مكتوب عليك انك تموت هنا تحت الارض، ومفيش حاجه لا انا ولا انت ولا اي حد تاني يقدر يعملها عشان يمنع ده. في اللحظه دي ابتديت اراجع نفسي في موضوع التوتر والصريخ. مش فاهم قصدك ايه؟ شوف يا ابني، انا مش هزوق الكلام، بس انت عملت اللي عليك وزياده، ولما يجي وقت الحساب لازم تكون مبسوط انك وصلت للمرحله دي. انا عارف ان كل كائن حي على الكوكب مبرمج بالفطره انه يحمي نفسه من الموت على قد ما يقدر، طبعا ما عدا شويه بشر وشويه دلافين وحيتان. المهم اللي اقصده ان عندنا القدره نبص للحفره اللي تحت رجلينا ونقول ان احنا جاهزين، وحتى لو ما كنتش جاهز فعلى الاقل تقدر تبص وراك وتقول انا عملت اللي عليا. في الاخر احنا الكائنات الوحيده في الكون اللي قادرين نستوعب فكره ان مفيش حد بيعيش للابد. لما خلص الخطبه بتاعته استنيت شويه عشان اتاكد انه مش هيقول حاجه تاني قبل ما ارد عليه. يعني انا كده لبست؟ للاسف ايوه. هو انت قلت لي الكلام ده كله ليه؟ انا ما قلتش حاجه يا ابني، بطاريه موبايلك فصلت شحن من بدري وانت قاعد في الحفره بتكلم نفسك. شلت الموبايل من على ودني وبصيت على الشاشه السوداء. كان عنده حق، ما كنتش عارف الموضوع حصل امتى، بس شكيت بنسبه كبيره ان عم صابر ما يعرفش مكاني، وان مفيش نجده جايه في السكه، وان مفيش قوات خاصه هينزلوا بسلالم ورشاشات عشان ينقذوني. فكرت تاني اني اتوتر، الموضوع بقى مغري قوي الصراحه. لا لازم اركن الفكره دي على الرف دلوقتي لحد ما اشوف حل اذكى. فجاه ومن غير اي مقدمات سمعت صوت بينده اسمي. كل افكار الخروج من الحفره اتبخرت من دماغي، والحاجه الوحيده اللي كان ليها معنى في اللحظه دي هي ان اقوم واروح للصوت ده. حتى في الضلمه كنت عارف ان الحفره بدايه لنفق، جزء من كهف ممتد تحت الغابه لاخر العالم، وما كنتش عاوز حاجه اكتر من ان امشي في الكهف ده واشوف مين اللي بينده عليا وليه. الصوت كان متشال جوه نسمه الهوا بيهمس باسمي مع كل نفس، وكنت عارف هو عاوز ايه. كان عاوزني اتحرك، اقوم من مكاني واروح له. الم رهيب ضرب جسمي كله اول ما حاولت احمل على رجلي اليمين، وقعت تاني على الارض. هو ايه اللي انا بعمله ده؟ هو انا ليه بحاول اتحرك اصلا؟ هو انا ليه مش قاعد بفكر في طريقه اخرج بيها من الحفره؟ الصوت نده اسمي تاني، طردت كل الافكار من دماغي فورا ووقفت وابتديت اتحرك. وبعدين
اوف وقعت على الارض تاني، رجلي لسه مكسوره، وكل ما انسى واخد خطوه ناحيه الصوت جسمي يفكرني بعجزي ويرميني على الارض المبلوله. الموضوع فضل يتكرر بنفس الطريقه لمده دقيقه او دقيقتين، لحد ما النور اخترق الضلمه وكسر التعويذه. اترميت على ظهري وبصيت على النور القوي اللي نازل من فتحه الحفره. في حد فتح باب الاوضه ونور النور، في حد فوق دلوقتي. يا ناس، يا خالي اهو، مين اللي فوق؟ مفيش رد. حد سمعني؟ انا مش عارف اتحرك، رجلي مكسوره، وفي كميه حشرات مقرفه، في صرصار لسه معدي على بطني دلوقتي، ده غير اني لازم ادخل الحمام بسرعه. لو في حد فوق من فضلك رد عليا. كتمت نفسي وطرطقت وداني، مفيش رد. بعد وقت حسيت انه ابد سمعت صوت خطوات اتحركت من الباب لحافه الحفره. ايا كان اللي فوق مين، فانا ما شفتش وشه، بس متاكد اني سمعت صوت رنه المهماز وهو بيقرب من الحافه. حاولت معاه للمره الاخيره. هاي انت سامعني؟ انا بنزف، دمي بيتصفى بسرعه. سمعت صوت حاجه وقعت جنبي على الارض. لفيت راسي عشان اشوف هي ايه. اول ما شفتها مسكتها وضمتها على صدري. الشخص اللي فوق رمالي دفتر مذكراتي. سمعت صوت خطوات رجليه وهو بيبعد. يا كابتن، يا كابتن، ما تمشيش. صوت الخطوات وقف. معاك قلم؟ رنة ورا رنة ورا رنة. وصل للحافة وبعدين وقف. شفت قلم بيقع في الحفرة، قفشته قبل ما يلمس الأرض. كتر خيرك يا معلم. قضيت الساعة اللي بعد كده بكتب اللي حصل. ما تعبتش نفسي وحاولت أحسن خطي. كنت في سباق مع الزمن عشان أكتب كل حاجة قبل ما دمي يتصفى. طبعا واضح جدا إني ما متش في الحفرة. لو في حاجة واحدة تقدر تضمنها وانت بتقرا سيرة ذاتية صاحبها بيحكيها، فهي بكل بساطة إن المؤلف مش هيحكي لك هو مات إزاي، ولو حصل مش هيبقى في نص القصة كده. أنا متأكد إنك كقارئ استنتجت إن في حد هينقذني بطريقة ما. أما أنا بقى فما كانش عندي الميزة دي. كنت عمال أحدث احتمالات نجاتي كل كام ثانية في دماغي. على ما خلصت كتابة اللي قدرت عليه نسبة موتي كانت وصلت لأواخر التسعينات، وموضوع النزيف ما كانش مساعدني خالص، لدرجة إني وصلت لمرحلة ما بقيتش قادر أحرك إيدي ولا أمسك القلم ولا حتى أتنفس. بصراحة كنت حاسس إني بموت خلاص. أنا عمري ما كنت من النوع الدرامي العاطفي، بس في اللحظات دي عوضت كل اللي فاتني. الموضوع قلب معايا بحزن وشجن زيادة عن اللزوم. آخر كام سطر كتبتهم في المذكرات كأنهم محاولة شاب مراهق عشان يقلد شعر جان بول سارتر بعد ما فركش مع صاحبته. قصدي يعني لما جيت أبص على الكلام ده بعد كده استوعبت إنه كان كلام محرج بزيادة، وعشان كده بعد ما خلصت قراية الجزء المهبب ده من المذكرات اتأكدت إن مفيش حد شايفني، وقطعت آخر صفحة وكتبتها.